يا مساء الهنا والسعادة، مساء السكر الزيادة، مساء كل حاجة حلوة على حبايب قلب أم مالك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده دايما ودايما معايا في القناة. فرحانة بجد بوجودكم معايا وبالناس الجديدة اللي بتخش معايا في القناة. بداية كده نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نوحد الله كده، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دلوقتي أنا كنت بقى نزلت السوق، اشتريت شوية سمك كده. جبت سمك هقليه وسمك هشويه اللي انا بنقضه في الطبق ده. هاخدهم اشويهم كده في الفرن هنا بتاع البوتاجاز، وهشوي ان شاء الله معاكم بطريقه مش هتخلي فيه دخنه في البيت خالص. زي ما انتوا شايفين بقى كده، هنا انا قطع خلاص اللي هو الصغير اللي بتاع الشويه ده. وهبدا انضف بقى السمك ده زي ما انتوا شايفين، طبعا نازل فيديو في القناه قبل كده بتنظيف السمك ده. وطبعا كلنا ستات بيوت وشاطره، يعني انا مش بعمل حاجه غريبه يعني. كلنا ما شاء الله علينا، يعني ستات قدها وقدود. وحشتوني خالص والله، حاسه ان انا راجعه بنشاط كده، مش عارفه ليه. عندي حماس ان انا ارجع للقناه تاني واخد بالي منها. حاسه ان انا اهملت فيها، وكمان في متابعين طبعا مش كتير، لان زي ما انتم شايفين القناه اصلا مشاهداتها مش قد كده. كلموني والله على الخاص وقالوا لي ان لازم اصور ولازم ارجع كده واسيب كل حاجه لله، لان القناه الفتره اللي فاتت كانت واقعه خالص يعني. ضايعة في كل حاجة، في مشاهدات وفي كل حاجة. فأنا قلت هسيبها على الله وهشتغل وهعمل اللي عليا، واللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون. زي ما انتوا شايفين بقى، طبعا بنكحت قشر السمك ده عشان خاطر لما نحطه في الدقيق، الدقيق يمسك فيه ويتقلى، يعني ما يبقاش مقشر واحنا بنقليه. هخلص طبعا كل الكمية وهرجع لكم. وبالفعل خلصت كل الكمية، نضفتها ورجعت لكم اهو. وفتحت قلب السمك ونضفته وخليته زي الفل. كمان جبت ليمون وملح، هنقع السمك في ملح وليمون. مش أقل من ساعة، مش أقل من ساعة أنقعه في ملح وليمون. عشان طبعا الملح بيخلي أي دم زفر فيه بينزل، والليمون طبعا بيمنع الزفارة خالص. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. بقطع الليمون وبعصره فيه. كتري من الليمون، السمك بيحب الليمون أصلا. هقفل بس عشان الأذان بيدن وهرجع لكم تاني. ورجعنا تاني بعد الأذان ما خلص. دائما وأبدا الله أكبر الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا خلصت السمك بقى ونضفته. زي ما قلت لكم أنا كان عندي حماسة يعني كتيرة قوي. قلت ما كان عندي الفلفل ده في التلاجة، في فلفل سليم وكويس، فطلعته أخدته كده ونضفته وخدته وحطيته في طبق، وهاخده احطه في الفريزر. هاخد منه اعمل دقة السمك، وهحط الباقي في الفريزر. وقت مثلا ما هاجي اعمل كبده، هعمل محشي، هعمل اي حاجه، هطلعه وافرمه مع البصل. بيبقى زي البصل كده متقطع، ما بيبقاش مهري ولا بيبقى فيه اي حاجه. بيبقى جميل جدا يعني. جربته مش اول مره ان انا اعملها يعني. اهوت. لان خساره يعني، الفلفل ده جه عليه ايام الكيلو وصل 20 جنيه. فاكرين ايام ما كنا تقريبا في رمضان؟ الكيلو الفلفل وصل ل20 جنيه. يعني انت عشان عايزه تعملي شويه كبده كده وعايزه لهم شويه فلفل، هتروحي تجيبي مثلا ربع كيلو ب5 جنيه. طب ما احنا دلوقتي رخيص اهوت، واحنا نخزن برضو يعني عشان نعمل برضو هريسة الشطة، وهنعمل هريسة الفلفل الأحمر. والحاجة في السوق ما شاء الله عليها دلوقتي برخص التراب. بس برضو طالما الحاجة موجودة عندنا في البيت، حرام ان احنا نرميها يعني، طالما سليمة وما فيهاش اي حاجة. طبعا انا في الوقت ده كنت قلت ايه، ما اخش كده بص على التلاجة اشوف ايه اللي ناقص فيها، عشان لو كده هخطف رجلي ايه انزل اجيب الحاجة من السوق واجي على طول، لان السوق جنبي. إيه لسه بقول كده ولقيت عربية بقى معدية في الشارع معاها خيار وفلفل ومعاها طماطم، فجبتهم. جبت فلفل، جبت نص كيلو فلفل بس ما رضيتش اكتر. قلت عشان لما بيكتر عندي بيتركن في التلاجة، وحرام ان هو يتركن وما استعملهوش يعني كده. كنت شايله بقى كام قرن اللي على الحوض دولت عشان اعمل بيهم الدقه بتاعه الفلفل بتاعه السمك. لو وصلنا لهنا كده الاول نصلي على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واعملي لي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو القناه عجبتك. بتعملي ايه يا ام مالك؟ الكاميرا مش عارفه اظبطها خالص، بس الحمد لله ظبطت اهي. اغسل بقى الخضار ده. ليه يا ام مالك بتغسليه؟ انت عمرنا ما شفناكي بتغسلي الخضار. انا ما بعينش الخضار في التلاجة مغسول، بس ده غسلته. قلت عشان خاطر مع السمك بقى، اللي هيعوز يخش ياخد خيارايه. إيه حاجه تبقى موجوده كده، لان الفلفل ده برضو هاخده وهقلي فلفل
وهقلي بتنجان وهنظبط الغدا كده مع بعض النهارده ان شاء الله. فقلت احطهم مغسولين لانه هو صغنن والخيار مسكر اصلا، فايه هيتسحب على طول يعني. وانا مش جايبه كتير، يعني انا جايبه كيلو وربع خيار بس وربع فلفل. وكمان عربيه الطماطم عدت وانا بغسل الخضار ده، بعدت جبت كمان خضار طماطم. بصراحه الشارع اللي انا ساكنه فيه حيوي جدا جدا. حتى بصوا يعني انا ساكنه في الدور التاني، وصوت العيال بيلعبوا في الشارع كانهم قاعدين معانا هنا. وعربيات الخضار بقى مش عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، راحه جايه راحه جايه، الخضار والفاكهه وكل حاجه. يعني انا والسوق كمان يعتبر على ناصيه الشارع، يعني الحمد لله المكان كويس اللي انا قاعده فيه. جبت بقى الطماطم العربيه اللي ما كانت معديه، ما كانتش قد كده يعني، ما كانتش حلوه الطماطم قد كده. كانت في عربيه لو تفتكروا كنت عامله صلصه ونزلتها، كانت الطماطم عليها كانت حلوه قوي. بس برضو ما يمنعش بقى اما عربية عدت نجيب لنا شوية طماطم كده نعملهم صلصة، ونحطهم ايه في التلاجة نسحب منهم على ما نروح نجيب ايه طماطم حلوة كده. طبعا طلعت نضفتها وظبطتها، طلعت اللي في الطبق دول هعملهم سلطة، يعني طماطم جنب. واللي في الحلة هنا ده اللي هي ايه المستوية، هي ما كانتش مستوية قوي بس الحمرة يعني كده. والسمك هنا نقعاه زي ما قلت لكم، والسمك اللي بتاع الشوية التاني محطوط على الحوض. طبعا هنا جبت الطماطم بقى حطيتها على البوتاجاز، وهروح اعمل دقة السمك على ما الطماطم تاخد لها غلوتين مع بعضها كده. دقة السمك بقى انا عملتها وعملت فيها حتة غلطة، بس يعني ايه انا اكتشفتها في الاخر الحمد لله لحقتها يعني. بس الشاطرة فيكم اللي هتقولي ايه الغلطة اللي انا عملتها، او اللي تابعت الفيديو لحد هنا. جبت الكبة وقطعت الفلفل، وكمان كام قرن احمر بقى واخضر، وظبطت الدقة يعني خليت ريحتها بصوا جميلة جدا اهو. لاني برضه هبقى اخد منها معلقتين للبتنجان المخلل وللفلفل. والباقي اللي هيتبقى معايا اقوم جايه حطاهم في كيسه، وحطاه في الدرج بتاع الديب فريزر عشان وقت ما اعوز منه مثلا اطلع منه زي ما قلت لكم. هحط المحشي، هحط الكبده، لصينيه بطاطس، مش هيخسر معايا في اي حاجه. وطبعا معايا التوابل الملح وليمون وكزبره وكمون وخل. وهبدأ أضرب بقى ده كله ضرب مبرح كده في الكبة لما أخليه بصوا يبقى ناعم زي الايه الحرير كده. ركزوا معايا كده في الكلام عشان أنا ساعات وأنا بتكلم نص الكلام بيطير مني، فانتوا خليكم مركزين. حتى الكبة مش راضية تعمل، قعدت ألفها شمال في يمين شمال في يمين لحد ما فصلت الكاميرا بقى قلت لها يا نينتي، والحمد لله اشتغلت اهي. بصوا زي ما انتوا شايفين بقى هفضل أنعم فيها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا حطيت كل الليمون كمان اللي انا حطيته صحيح. بصوا هشيله بقى اهو، هو كده انا اخدت كل الميه اللي جواه اهو. هشيل بقى قشر الليمون عشان ما يمررش معايا الدقه. انا كده اخدت كل الميه اللي جواه بقى، وهرجع اضرب تاني في الكبه الليمون الدقه تاني عشان انا عايزاها ناعمه خالص. يعني اللي عايزها كده على وضعها ده هي تمام وحلوه جدا، بس انا هرجع انعمها تاني. ومعايا العلبه دي بقى انا بحط فيها الدقه. يعني بصوا اهي. طبعا بقى الملح مع الخل مع الليمون، اخدت هنا معلقتين حطيتهم في الكبه تاني عشان السمك المشوي يعني. اشطف الكبه بالميه كده واحط تتبيله السمك المشوي وبس كده. جبت بقى معايا السمك اهو زي ما انتوا شايفينه، وهبدا املحه عشان اسيبه برضو في التمليحه بتاع ساعه كده اللحمه بتاعت السمك تشرب من الملح. بصراحه العيال تحت في الشارع عاملين ازعاج رهيب، يعني انا حاسه ان انا مش عارفه اسجل الفيديو منهم. المهم طبعا بملح بقى السمك زي ما انتوا شايفين كده اهو. غسلناه ونضفناه زي الفل، وحطينا بقى التمليحة بتاعته بس كده. كده خلاص يا ام مالك؟ لا خلاص، ايه ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، مش هنجهز بقى الاكل. هعمل لهم بقى النهارده مع السمك شوية رز احمر كده او رز بصلصة، وهقلي بتنجان. هنشوف مع بعض. إيه طبعا هنا جبت الحلة معايا وحطيت فيها زيت على سمنة وسخن جدا بصوا، ورحت جاية نازلة على طول بالصلصة. بس انا هزود شوية صلصة لان زي ما انا قلت لكم معايا ابني مش بياكل السمك، فلازم طبعا اعمل له ايه اكل تاني يعني. إيه فزي ما انتوا شايفين كده نزلت بالطماطم، هسيبها بقى تتسبك براحتها. وكان في الوقت ده بتاعة اللبن كانت جات، إيه جبت منها لبن وغليته زي ما انتوا شايفين معايا كده. بصراحة هو انا الفيديو ده مصوراه
مش عارفة امبارح ولا أول امبارح، أول امبارح، بس مش فاكرة الحلة اللي في النص اللي على البوتاجاز دي كان فيها ايه بصراحة. المهم هنا بقى بدأت اخد السمك عشان اشويه، ومش هقلي بقى السمك غير قرب ايه ما جوزي يجي من الشغل عشان يبقى سخن. طبعا هنا زي ما انتم شايفين انا جبت الصاجة بتاعة البوتاجاز وبشويه تحت الشواية بتاع فرن البوتاجاز، ولا بيدخن ولا بيعمل ريحة، وبيستوي وبيبقى جميل جدا. بس حطيه رصيه زي ما انا رصه كده، وبعد ما تخلصي تقومي جايه ايه مرشرشه على وشه شويه زيت. اهو السر بقى كله في شويه الزيت دول، مش هيخلوا لك فيه ريحه، وهيخلي السمك معاكي زي الفل. ريحه السمك بقى اللي هو الشوي والدخان والدخنه ده كله مش هيبقى موجود. حطيته واستوى معايا الحمد لله، وبقى السمك زي الفل اهو. طبعا الشويه الدقه اللي كانوا باقيين في الكبه شطفتهم بقى بميه كده وحطيته هنا، وقطعت معاهم قرن شطه وطماطمايه زي ما انتوا شايفين. بقى هشيل بقى السمك كله احطه في التمليحه دي برضو، وهركنه على ما نخلص. وهنا كنت خلصت الاكل كله بقى عشان جوزي كان جاي خلاص. قليت السمك وادي السمك المشوي، وقليت بتنجان وفلفل، والرز كان لسه بيتلدن على البوتاجاز. متنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه لو الفيديو عجبك.